ومن تقرير المنتدى الإعلام العربي والحديث عن تاريخ هذا المنتدى الذي طبعا يجسد في دورته 16 حوار الحضارة، وهناك استشراف الحضارة واستئناف الحضارة في منتدى الإعلام العربي. ننتقل الآن معكم إلى جلسة البرامج الحوارية وصفة الجمهور لرشيد العلالي، إعلامي ومقدم برامج قناة دوزيام المغربية، فلننتقل إلى هناك. مثلا أن تكون محايدا وأن تتميز بالحياد وأن تحاول أن لا تنتمي لأي طرف، وهنا تكمن أهمية الحوار الحضاري الذي ينسلخ من كل الأشياء. ففي الحوار الحضاري طبعا كما تعلمون يجب تكسير جميع الحواجز الجغرافية الدينية العرقية، ونتكلم بلغة واحدة بعيدا عن كل الاختلافات. هناك أيضا مسألة مهمة ساهمت في نجاح هذه النوعية من البرامج التي كنا نفتقدها، وهي مسألة حرية التعبير. فالحمد لله مؤخرا أصبح المغرب ينعم بحرية التعبير أكثر من السابق، ولهذا في مجموعة من الحلقات حاولنا أن نتكلم على بعض المواضيع التي كانت في السابق عبارة عن طابوهات، والآن هذه حرية التعبير ساهمت بقوة في نجاح هذا البرنامج الذي يعتبر من البرامج الأكثر مشاهدة في المغرب. طبعا رشيد شو طبعا هو برنامج ترفيهي ساخر. نحن نقوم في البرنامج طبعا باشتغال على السخرية الهادفة من خلال تمرير مجموعة من الرسائل للجمهور، ويكون الحوار بعيدا عن ما اعتدنا أن نراه في بعض البرامج الحوارات التقليدية الكلاسيكية. السخرية الهادفة طبعا التي نعتمدها في هذا البرنامج هي سخرية تعتمد على أساليب قريبة للترفيه أكثر، ولكن الهدف منها هو النهوض بالمجتمع، لأنه أنا في اعتقادي بأن البرامج الحوارية الترفيهية الوقع ديالها وقعها يكون أكبر من البرامج الأخرى، لأنها تصل إلى أكبر عدد من الجمهور. السخرية تجعلك تتألم ضاحكا حينما نتكلم عن بعض الظواهر المجتمعية التي يعيشها مثلا المجتمع المغربي، ونتكلم عليها في قالب ساخر. أعتقد أنها تصل أكثر وتصل إلى قلب الجمهور أكثر، والحمد لله الآن لدينا قابلية، حتى المسؤولين ديالنا في المغرب لديهم قابلية كسي مجاهد، لديهم قابلية أكثر لتقبل هذا النوع من النقد، هذا النقد الكوميدي الساخر. وكذلك مسألة مهمة في البرنامج، رغم أنه برنامج ترفيهي ولكن نحاول دائما أن نعتمد على حوار بناء، حوار يؤسس لقيم المجتمع، ونحاول من خلال الضيوف الذين نستضيفهم أن نمرر هذه القيم، ونحاول أن نتطرق لمشاكل المجتمع التي تخص الجميع. طبعا من بين الأشياء طبعا التي نشتغل عليها هي ثقافة تكريس الحوار الحضاري. لكي نقوم بحوار حضاري يجب علينا أن نتقبل الآخر كيفما كانت مرجعيته أو خلفيته الدينية العرقية أو كيفما كان انتماؤه. وإحنا طبعا في البرنامج نستضيف ضيوف من مختلف دول العالم، من المغرب، من مصر، لبنان، تركيا، يعني حاولنا أن ننفتح على الجميع لكي يكون الحوار حرا، ويعني لكي نؤسس لهذه الثقافة، ثقافة الحوار الحضاري. طبعا ومن خلال البرنامج نحاول أن نغير نظرة الآخر. هنا نتكلم عن الآخر، يعني الغرب الذي قد ينظر إلينا بنظرة للأسف سلبية حينما نتكلم مثلا عن الإسلاموفوبيا. فمثلا هناك بعض البرامج للأسف في العالم العربي التي أسست لهذه الصورة ورسخت هذه الصورة وكرست لها من خلال برامجها، فأصبحنا
أصبح الغرب يرانا بصورة أخرى. فهدفنا نحن كإعلاميين هو إعطاء دائما صورة إيجابية عن الإسلام وعن المسلمين وعن العرب. ولهذا دائما في البرنامج نحاول أن نكون منفتحين أكثر، وهو المثال في المغرب الحمد لله، البلد الذي يؤمن بالانفتاح والاختلاف والتعايش. طبعا هناك مجموعة من الأشياء التي نحاول تمريرها من خلال البرنامج الذي هو برنامج ترفيهي ساخر، ولكن في كل مرة وفي كل مناسبة نحاول استخلاص العبر من الضيوف الذين يحضرون معنا للبرنامج، ونحاول تمرير رسائل إيجابية وقوية على لسانهم. دابا الشباب اللي كيتفرج فينا كيشوف فيك مثلا انت، كاين شباب اللي غيشوفك انت كقدوه ليه يعني، والشباب اللي من خلال الرسائل اللي وجهتي يقدر يبدل الراي ديالو في بزاف ديال الحوايج. انا كل ضيف عندي كنعطيه 40 ثانيه قدام الكاميرا، بغيتك انت ماهر زين قدام الكاميرا تهضر مع الشباب المغربي، الشباب اللي نقدروا نقولوا منحرف ولا خارج على الطريق، اشنو ممكن تقول ليه في 40 ثانيه قدام هذه الكاميرا؟ واو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الصحبه الصالحه يعني مهمه جدا. انا كنت في كان عندي صحبه كانوا يخرجوني عن الدين، يخرجوني عن يعني الشيء المنيح، الطريق الصح. بالواحد الصحبه الصالحه مهمه كثير. الواحد اكيد يسمع كلمه امه وابوه مهم، ويسال نفسه على طول يعني يعني لو مثلا كان اليوم اخر يوم في حياتي، شنو تبغي داليا يتغير في مصر؟ حاجات كتير عايزاها تتغير. عايزه اولا الناس اخلاقها اتغيرت بعد الثوره. ابتدى يبقى في عصبيه زياده، ابتدى يبقى الناس للاسف ان انا اقول كده، بس في ناس اخلاقها بقت وحشه. فاحنا عايزين نبتدي بنفسنا ونرجع بقى لاخلاقنا اللي معروفه عن الشعب المصري، الطيب الكريم الخلوق. عايزين نرجع لده تاني. كنعرفوا بان الديربي المغربي من اقوى الديربيات في العالم، وانه يعني تكلاسا هو تروازيام في العالم مؤخرا، وكنشوفوا واحد الفرجه زوينه بزاف كتكون في المدرجات، ولكن هذه الفرجه هذه بعض المرات كتقلب وكتولي مأساة. كنوليو نشوفوا يعني تجاوزات مع الجمهور، كنشوفوا شغب من بعض المحسوبين على الجمهور كما قلنا، وهذا الشيء كيخسر نهائيا الصوره ديال الديربي. في الديربيات اللي دازوا وفي مجموعه من المباريات، ماشي فقط غير في كازا، في مجموعه من المدن كانوا شباب اللي مشاو وما رجعوش، اللي ماتوا في التيران. كانوا شباب اللي مشاو ورجعوا بعاهات مستديمه مشدودين. كانوا ناس اللي مشاو باش يتفرجوا، مشاو لتما وراهم دابا في الحبس. البلاد الحمد لله كتنعم بالسلم والسلام والامن والامان. دائما خصنا حنا نعطيو صوره ايجابيه على البلاد ديالنا، ونتمنى ان هذه الحلقه هذه تغير النظره ديال هاد الشباب على الدربيات وعلى الكره. من بين الحالات ديال الشباب اللي كانوا ضحيه ديال الشغب، واحد الشاب طبعا اللي كان متعلق واحد التعلق كبير بفريق الوداد البيضاوي، وللاسف الشغب وتعلقه بالكره خلاه انه يفقد الرجل ديالو، ويبقى دابا بعاهه مستديمه طول حياته. هذا المشجع الودادي اللي عرفوه دابا كاع المغاربه حاضر معنا اليوم باش يعطينا الشهاده ديالو. نطلب منكم تصفيقات حاره على كمال.